عايزة تخططي وتنظمي أهدافك وتبدأي سنة جديدة مميزة تنمي فيها مهاراتك وتعملي فيها إنجازات، رقية جابتلك الحل وعملتلك بلانر تكفي سنة كاملة من التنظيم والتخطيط وتنمية المهارات، لأن ده غير ان البلانر دي شاملة الجزء الديني وفيها أذكار الصباح والمساء، وجزء في آخر كل يوم للصلاة والأذكار والورد القرآني، وفي يوم الجمعة بيبقى فيه زيادة الصلاة على النبي وقراءة سورة الكهف. ده كمان شاملة جزء تكتبي فيه الكتب اللي عايزة تقرأيها أو تسمعيها، وكمان الكورسات والمهارات اللي عايزة تنميها. وطبعا ما نسيتش تديكي نصايح عشان تعرفي تحددي أهدافك إذا كانت أهداف يومية أو أسبوعية، والأهم من ده كله جزء الأسئلة اللي هتساعدك فعلا تفرغي ذهنك تماما. البلانر فيها كمان أماكن تكتبي فيها أفكارك والحاجات اللي بتخليكي مبسوطة وتساعدك تفهمي نفسك وتعرفيها، وكمان صفحة الأهداف السنوية فيها كل الأهداف في جوانب الحياة كلها، وكمان موجود صفحة تخططي لحياتك بشكل عام، عشان هنيجي في الصفحة دي ونخطط لها بشكل مفصل شوية ونكتب كل حاجة ورانا الشهر دون، عشان نيجي في آخر كل شهر نشوف أنجزنا ايه. هنكتب المناسبات والمواعيد المهمة وجزء الذكريات، وطبعا هنكتب كتاب نخلصه الشهر ده من الكتب اللي عايزين نقرأها أو نسمعها، وكمان فيها جزء مادي. الصفحة الأساسية للتخطيط الأسبوعي هي أهميتها إن هي بتساعدك تشوفي صورة كبيرة لمهامك وتنظمي أسبوعك بالكامل، ومثالية لتحديد الأهداف الكبيرة وتقسميها على أيام الأسبوع. وفيها كمان جزء بتكتبي فيه 4 عادات وتتبعي العادات دي طول الأسبوع، وطبعا بنفكرك في آخر كل أسبوع بصلة الرحم والقراءة والصدقة. وفي آخر البلانر فيها جزء فاضي للتدوين الحر.